ديننا الإسلامي يأمرنا بذلك. لا أعرف الكثير عن الإسلام، لكنني أعرف أنه دين القتال. لم أعرف بأن الإسلام جيد هكذا. بعد مشاهدة محتواك الذي يأمر به الإسلام أفكر بأن أكون من المسلمين. خاطرك مجبور. سلام، حياكم الله. ترددت كثيرا قبل نشر حلقة اليوم، لأن القصة بدأت بهديتين من صديق. الأولى أخذتني إلى بيت الله الحرام، والثانية إلى بلد بعيد وغير عربي، فكان لي شرف الاحتفاء بحفظة كتاب الله هناك. وبينما كنت في طابور إحدى المتاجر تعثرت سيدة أمامي بدفع حسابها للكاشير، لأنها وكما يبدو نسيت بطاقة المال، فبادرت بدفع حسابها بدلا عنها بمبلغ بسيط كموقف بسيط، لكن وكما يبدو لم يكن الموقف بسيطا بالنسبة لها، لأنها سائحة من بلد آخر أيضا، فأصرت بأن أكون في ضيافة عائلتها على العشاء في مساء اليوم التالي. Okay, so please, my mom and my daughter waiting for us to come. حسناً، لذا من فضلك أمي وابنتي تنتظرنا أن تأتي. فأحببت أن تنقل لكم عدسة الموقف. حياكم الله. حسيت بأنهم مكبرين الموضوع فحبيت أنقل لكم. الفكرة أني تعرفت عليهم كانت في السوبر ماركت، نسيت فلوسها، فلاحظت أنه نسيت فلوسها فحبيت أدفع. هي رفضت وبدأت في المغادرة. اشتريت أنا الأدوات ولحقتها. طبعا هم ساكنين بالقرب من المكان اللي احنا فيه. بعدين أمها وبنتها طلبوا أنه تعزمني عندهم. طبعا بستخدم تطبيق الترجمة لأني ما عنديش لغات. كيف حالك؟ How are you? Yeah, I'm pretty good. What أنا about بخير، وأنت؟ أخبرت المشاهدين كيف قمت بالتعرف I عليكم. told the viewers how I got to know you? you. I forget money, so then نسيت he helped نقودي me to فقام pay. بمساعدتي. My mom and my daughter really want to say thanks to him. That's why we are. عندما علمت أمي وابنتي بموقفه طلبوا مني استضافته على العشاء. I really want to know why you did it. That أريد أن أعرف لماذا قمت بمساعدتي. Why? ديننا الإسلام يأمرنا بذلك. Our religion is Islam. We command us to do so. Oh, okay, cool. ماذا تعملين؟ What do you do? Actually, I'm at bank. I have worked in bank before. أنا موظفة في إحدى البنوك. Vacation come here. I come with my mom and my daughter. لكنني أتيت مع أمي وابنتي في أجازة. Let's see what we will do. So what about you? What your work? وأنت؟ ما هو عملك؟ أنا صانع محتوى على يوتيوب وفيسبوك ولدي قناة. I am a YouTube and Facebook content maker and I have a channel. Oh, really? Yeah. Okay. حسناً. Can I see? هل يمكنني مشاهدة محتواك؟ وعندما عرفت أني صانع محتوى طلبت مني أن تشاهد قناتي، فقررت أن أعرض لها إحدى حلقات برنامج خاطرك مشبور، لأرى مدى تأثير البرنامج على أشخاص لم تربطنا بهم أرض أو لغة أو دين. فربما تكون المشاعر الإنسانية الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة التي لا تحتاج إلى قاموس. ثم بدأت تشاهد إحدى الحلقات المترجمة. Wow. لقد أعادوا المال. Yeah, they're really good. She crying. She sad about her mom. All of them crying. All of them need money, but they return the money. Father is died already. Seven sister. Yes. Them so sad. So good. That too. In-house for them. Give them
أهديتهم منزل. What? Hotel house. You're so good. You make me cry. Your video make me cry. هذا المحتوى جعلني أبكي. بعد مشاهدتها للمحتوى صدمتني بتأثرها، فقد اختلطت دموعها بتساؤلات كثيرة تحتاج إلى أجوبة. فسألتني ما هو السر الذي جعل هؤلاء البسطاء يعيدون المال لك رغم حاجتهم، ولماذا قمت بمساعدتهم؟ وسألتني سابقا لماذا ساعدتني في المتجر، فاختصرت كل أسئلتها بإجابة واحدة، إجابة نسعى دائما لإيصال رسالتها، وهي بأن ديننا الإسلام يأمرنا بذلك. أجبتها ولم أكن أتوقع بأن هذه الإجابة ستفتح قصة جبر جديدة، فقد حصل موقف صادم غير مجرى حياة إنسان، وردة فعلها لم تكن متوقعة. When them saw the money, but they don't رغم want أنهم money, فقراء they turn back to ومحتاجون، you. So doesn't لكن mean they have عندما very رأوا good المال hearts. أعادوه And you لك. are so very good heart. هذا With so يدل أن much قلوبهم kindness. طيبة مثلك. They أيضا don't أنت have لم even تتركهم home, لأنه لا يوجد but you لديهم help منزل them. وأهديتهم منزل. They don't have even home. وبرغم Why أنهم they give you back محتاجين، money? لماذا Why they أعادوا return your المال money? إليك؟ Why? بتقول لكم ما فيش معاهم حتى البيت، ما فيش معاهم فلوس. طيب ليش يرجعوا الفلوس؟ ليش يكونوا أمينين؟ بقول لها على السر. ديننا الإسلامي يأمرنا بذلك. Our Islamic religion commands us to do so. How Islam هل الإسلام يأمر بهذا everybody التصرف؟ الإسلام يهتم بحقوق الإنسان وحقوق المرأة أيضا. Islam is concerned with human rights and the rights of women as well. الإسلام يأمرنا بالمساعدة. Islam commands us with help. الإسلام أيضا يأمرنا بأن نكون أصحاب أمانة ونعيد المال لأهله كما فعلت الفتاة في الفيديو. Islam also commands us to be the owners of his safety and return the money to his family as the girl did in the video. Yeah, Islam. لم أعرف بأن الإسلام جيد هكذا. بتقول لكم بأنه هذا الإسلام ما كانتش تعرفه أو ما شافتوش من قبل. ماذا تعرفين عن الإسلام؟ What do you know about Islam? I don't know لا أعرف الكثير عن الإسلام، لكنني أعرف أنه دين قتال. Yeah. بتقول لكم تعرف بأن الإسلام دين قتال. هذه المصيبة. نو ما تعرفش بأن الإسلام عنده حقوق إنسان. يعني لما شافت المقطع في خاطرك مجبور بقولنا بأنه هذا هو ديننا، بيقول لك لا دينكم دين قتال. هذا غير صحيح، هؤلاء مخربون. This is not true. These are saboteurs. فقط عند الدفاع عن النفس فقط. Only when self-defense. Really? I never know really. أنا I'm sorry أعتذر for عن that, ذلك. but I just check from لكنني YouTube or أشاهد some في الأخبار news, وعلى الإنترنت have fight, بأنه something دين like that, حرب but I don't وقتال know فقط. that is true or not. لم أكن أعرف بأن هذا غير صحيح. I will say I love Islam. لا أدري كيف أخبره، لكنني أحببت الإسلام. من أي ديانة أنت؟ Who are you from any religion? I'm Buddhist. أنا أعتنق الديانة البوذية. Yeah, Buddhist. بوذا. Yeah, Buddha. After I saw your بعد clip, مشاهدة I محتواك thinking الذي about يأمر به Islam. الإسلام، I wanna be- أفكر بأن أكون من المسلمين. I mean, after my lips, you think you will be a Muslim. Yeah, I'm talking about that. Yeah. نعم، هذا ما نعم، أقصده. أنا أتحدث عن ذلك. نعم. يمكن في شيء غلط في الترجمة. هل أنت متأكدة؟ Before this, I saw about news Muslim Islam like fight something like that. So after I saw this clip, yeah, Muslim Islam really good. سابقا كنت لا أعرف عن الإسلام سوى الوحشية، لكن بعد مشاهدة هذا المقطع يبدو أن الإسلام جميل حقا. يقول لكم أول كانت بتشوف في الأخبار أن الإسلام دين حروب، فلما شافت مقاطعنا عرفت بأن الإسلام أيضا دين تسامح. فهي بتعرف معلومات خاطئة، لأن بعض المسلمين مع الأسف وصلوا الدين بشكل خاطئ. مش عارف إيش أقول أنا. إذا كان تعامل الإسلام كما شاهدت في محتواك، أحب أن أكون مسلمة. أعجبك الإسلام؟ Yeah. What should I do if I wanna be ما هو Islam? أول شيء أفعله إذا أردت أن أكون مسلمة؟ أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا إلا الله، الله وأشهد وأشهد أن أن محمدا 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 رسول الله.
Rasulullah. رسول الله. Rasulullah. يجب عليك أن تتعرفي أولا على الإسلام، You must first know Islam, ويجب أن تعرفي الأخلاق الحميدة والإنسانية والطيبة في الإسلام. and you must know the good, human and good morals in Islam. لن نستغل الفرصة لتصبحي مسلمة دون أن تعرفي الإسلام أولا. We will not take advantage of the opportunity to get a Muslim without knowing Islam first. I will insert Google about Islam. سأبحث عن الإسلام في جوجل، ولو رأيت بأنه جيد نعم سأكون. أوكي. So from now, I لكنني will be Muslim. أحب بأن أصبح مسلمة من الآن. نو تايم. No time. ما فيش معاه وقت، بيقول لكم ما تجلس تبحث كثير عن الإسلام، عجب الإسلام بتكون مسلمة. بس المشكلة أنها بتدخل جوجل بتبحث عن الإسلام، فللأسف لو دخلوا جوجل بتشوف بعض المشايخ اللي يكرهوا الناس في الإسلام مع الأسف يعني. فنسأل الله الهداية للجميع، والمشكلة لما يكون أعداء الإسلام مسلمين، والله مشكلة يا جماعة. Okay. so حسناً، thanks so much. شكراً But جزيلاً. you have to eat لكن dinner with my mom. يجب عليك تناول العشاء مع ابنتي وأمي. طبعا ما بستغلش الفرصة وأقول خلاص قدها مسلمة، حبت الإسلام يمكن لأنه كان في صورة سيئة عن الإسلام. الآن بتقول لكم أول مرة تشوف بأن الإسلام يأمرنا بدين حميد، تعرف بأنه قتال فقط. لذلك أنا ما بكونش استغلالي وأستغل الفرصة. هي الآن نطقت الشهادة، لكن أنا بعطيها كتب إن شاء الله عن الإسلام تشوفه. حبت الإسلام يا حبذا. الإسلام دين محبة مش دين إكراه ولا دين إجبار. أتمنى من الله الهداية للجميع. سامحوني بقفل المقطع لأنه بيقول لكم ابنتها وأمها منتظريني على العشاء. إسلام. Okay. أشوفكم على خير في أمان الله. สวัสดีค่ะ Okay. لا مشكلة لديك إن قمت بنشر الفيديو على مواقع التواصل. No problem. If you post the video on the communication sites. No, I don't have لا any توجد problem. أي مشكلة. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا. أراكم على خير، دمتم في رعاية الله.